تصور معايا منتخب عنده قهوه، عنده مطعم، عقار، مشروع تجاري وسط الجماعه اللي هو مسؤول فيها كيتهرب من الاداء. هذا الشيء ماشي حاله واحده بل حالات متراكمه لسنين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني المتابعين اليوم من قناه الواقع الجديد. اخوان قبل ما ننساوش اخوان ما تنساوش تشتركوا في هذه القناه وتضربوا واحد اللايك وتخلوا التعاليق، حيث بصراحه الموضوع ديال اليوم خطير وحساس وكيقلب الطابله على بزاف ديال الوجوه اللي كانوا كيديروا راسهم احسن من الملائكه، ولكن الواقع فضحهم. اليوم غادي نهضروا على استنفار غير مسبوق داخل وزاره الداخليه، تحرك كبير صامت ولكن قوي اللي خلى بزاف ديال رؤساء الجماعات والمنتخبين الحاليين وحتى اللي دازوا واللي سبقوا ينعسوا بلا نعاس. علاش؟ حيت الكنز ديال المتاخرات الانجبائيه اللي كانت ناعسه سنين طويله فقط، وبدا التحنحين والتحقيق والتفتيش، واللي عنده شي ديال قديم ولا تهرب ضريبي غادي يجاوب قدام القانون. الموضوع بدا من مديريه الماليه الجماعه المحليه في الرباط اللي صيفطات ولاة والعمال باش يديروا ضغط مباشر على رؤساء الجماعات. سارعوا التحصيل، فلوس طايحه، ضرائب ضايعه، جيبوها دابا. هنا بدات رحله البحث، اقسام تحصيل، الارشيفات القديمه، اتفاقيات اللي ما دارش، اقرارات ضريبيه اللي بقاو مركونين، ملفات اللي فيها الغبار كتشم فيها بزاف الحوايج كانوا اللي ناسين هذه المره ما بقى حتى ملف غادي يدفنوا عليه. المفاجاه الكبرى تدقيق اللي داروه في جهات بحال الدار البيضاء، سطات، الرباط، القنيطره، افضاء اعفاءات عشوائيه، فرق كبير بين المداخل اللي كيدخلوها الجماعه وبين شحال اللي خصها تدخل. لقاو بزاف ديال المنتخبين اللي كانوا كيستافدوا بلا وجه حق كيهربوا من اداء الرسوم والضرائب ديال الممتلكات ديالهم. تصور معايا منتخب عنده قهوه، عنده مطعم، عقار، مشروع تجاري وسط الجماعه اللي هو مسؤول فيها كيتهرب من الاداء. هذا الشيء ماشي حاله واحده بل حالات متراكمه لسنين. وزاره الداخليه ما بقاتش كتلعب، كاين مجهود كبير باش الجماعات يرجعوا الفلوس، باش يكون عندهم السيوله الكافيه يخدموا مشاريع تنمويه، ماشي يبقاو تابعين الفلوس ديال الدعم المركزي ديال الدوله، الموظفين الجماعيين، المكلفين. المهم بدات كيقلبوا في الارشيفات بحال اللي كيقلبوا على الذهب، كيدقوا كيتاكدوا من العناوين وكيتوصلوا بالادارات الاخرى والهدف واضح. لقاو اللي ما مخلصينش نجبرهم يخلصوا بالقانون. بعض الرؤساء فعلا بداو كيسدوا الملفات اللي خلصها كامل واللي داروا معها تشطير واللي تشطب من اللائحه واللي خدا اعفاء قانوني حسب الحاله. كل شيء هذا الشيء كيتم بتقارير سنويه كتسجل مستوى التقدم، شكون خلص وشكون باقي، شحال دخلت الجماعه وشحال باقي معلق. في وسط هذه الحركه كلها دخل قانون جديد غادي يغير اللعبه، القانون 1425 اللي كيبدل ويكمل قانون 47 06 حول الجبايات الجماعه. الهدف ان نوحدوا النصوص ونجمعوا كل ما عنده علاقه بالرسوم المحليه في مدونه وحده بحال المدونه العامه للضرائب. اصلاحات غادي تشمل تجميع الرسوم على الممتلكات والعقارات، اصلاح رسوم على الانشطه الاقتصاديه، تغيير قاعده الرسم المهني ومراجعه السكن والخدمات. وهذا الشيء كامل بلا ما يزيد الضغط على المواطن، بلا باش يحققوا العداله المجاليه ويقويوا حكمه ماليه حادثه وشفافه. ولكن المفاجاه الاكبر بقات جايه. لجنه التفتيش التابعه المفتشيه العامه للاداره الترابيه داروا تقارير صادمه اللي لقاو ديون ضخمه على منتخبين معروفين، بعضهم كيملك مقاهي وفيلات ومشاريع وسط النفوذ الترابي للجماعه اللي هما فيهم منتخبين كيتهربوا من الاداء سنوات. كاين حتى اللي استغل النفوذ السياسي ديالو باش يتفادى الضرائب. التحقيقات بانت حيث وصلت الداخليه باخباريات دقيقه فيها اسماء، مواقع، ممتلكات وحتى شبهه استغلال النفوذ، تضارب المصالح. اليوم كل شيء مطروح على الطاوله، والسؤال اللي كيطرح المغاربه كاملين علاش هاد الملفات بقاو سنين مبلعين ومسدودين؟ علاش ما كان حتى واحد
غادي يقرب ليها. واش هذه الحمله غادي توصل للاخير ولا غير زوبعه ديال سميتو؟ اللي واضح الداخليه عازمه تكمل، والجماعات اللي كانت غارقه في الديون والضعف المالي اليوم غادي تسترجع انفاسه، لكن بفضل الفلوس اللي كانوا يفلتوا منها بطرق مشبوهه. وفي الاخير غير نحط لكم السؤال ديال الحلقه: واش هذه الحمله غادي تكون بدايه لتنقيه حقيقيه داخل المجالس الجماعيه، ولا غادي توقف عند حدود معينه؟ خليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. بلا ما ننسى ديروا واحد جيم، خيمه تعاليق، بارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن، وتابعونا في الواقع الجديد على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك، لان الحقيقه خصها تبان، واللي كل واحد خصو تعطيو حسابه. مع السلامه.